السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ ايوا نعاودها لكم بحال الخرافه. حطيت الفيديو على اساس راه فيه اوديو، فيه الصوت، يعني المقادير وطريقه التحضير، حتى كنتفاجئ انني غادي نحلو غادي نلقى ما فيه لا صوت لا والو. فكنعتذر منكم بعدا اولا، وكنتمنى يا ربي انكم تكونوا على افضل الاحوال وتعاودوا تشاهدوا الفيديو فقط انكم باش تعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير بالضبط. غنحتاجو هنايا لهاد الديسير الزوين اللي كتشوفوا معايا في الاول، فكنحتاجو ليه واحد كاس ديال الحليب مع كيسان ديال معالق عفوا ديال بودر الشيا. نديروا فيهم مثلا واحد 4 ديال المعالق ديال بودر الشيا، تخليهم حتى يتشربوا مزيان. يعني كتعرفوا ان بودر الشيا كتنفخ صافي، تحصلوا على هذا القوام. كنحطوه في واحد البول، كنضيفوا فيه الكميه ديال الياغورت اللي بغينا، القياس اللي عدد الافراد ديال العائله ديالنا وكذا. انا درت هنا واحد 3 وصافي، وكنخلطوا العناصر كامله وكنوزعوا في الكيسان اللي غنديروا اما لي فيغين اللي غيكونوا ديال بلاستيك ولا كيسان. المهم نتوما اللي كتفضلوا، يعني نتوما اللي الطريقه اللي كتفضلوا بها التقديم ديالكم لهذا الديسير هذا. كيمكن نحضروا للعائله للضياف، كيجي غزال غزال بزاف. صافي من بعد ما قدينا ديك الطبقه الاولى، يعني كنحاولوا اننا نسبقوا الطبقه اللي درناها بدانون وبودر الشيا والحليب، كنخليوها على جنب، وكناخذوا الكيسان كنديروا فيه الديسير على الاختيار ديالنا. بغيتوا ديروا البنان، تفاح، بوعويد. انا هذه كنت درتها تحيه صراحه، لقيتها اللي كان باقي ما دخلش العناء، باقي ما دخلش الرمان ولا لافوكا، يعني بامكانكم تنوعوا فيها، نوعوا فيها على قدر ما قدرتوا، على قدر ما كتوفر عندكم طبيعه الحال. فانا هنا استعملت البنان والتفاح والبوعويد. صافي كنديروا كالطبقه الاولى، الا خفتوا لي تاكسد ديروا فيه واحد العصيره ديال الحامض، وكنوضعوا كالطبقه الاولى في دوك الكيسان ديالي. صافي ومن بعد ما كنكمل العدد ديالي كامل، كنضيف هذيك الطبقه اللي درتها ديال البودر الشيا وديال دانون، كنديرها هي الثانيه. صافي كما كتشوفوا معايا الفيديو راه موضح. وكنعتذر مره اخرى صراحه على الموقف اللي وقع، صراحه ما كانش خارج على الاراده ديالي. كون غير شفتو مباشره منين لونسيتو كون عرفت، ولكن صافي بقيت ما عاودش شفتو حتى من بعد وانا نكتشف الخطا اللي درت. صافي قلت لكم كنضيف هذيك الطبقه الثانيه بالطريقه حتى كنعمر هذا الكيسان ديالي كاملين، وكنمشي مباشره للطبقه اللي غنديرها من بعد. انا اللي كثرت عليكم الطبقات. المهم كندير لكم الثالث، العنصر الثالث اللي غندير فوق هاد الدانون ديالي. هنايا لي فخوي سيك اللي متوفر عندكم، اما ديروا الكركاع، اللوز كاراميليزي، اما ديروه عادي. المهم غير داك الكروكون ضروري كيكون كيعطي داك في المذاق كيفرق. صافي كنضيفوا هنايا، وانا درت اللوز الكركاع. صافي كنهرمشهم شويه، ماشي كنطحانهم، كنخليهم هكا غير يعني طريفات صغيورين، وكنضيفهم فوق داك الديسير، فوق الطبقه يعني دابا اللي غنديرها. وكنمشي مباشره كنحضر الكريمه اللي كامل الاختيار عندكم. اما ديروا فيها الكريم شونتيي، اما ديروا فيها يعني تخلطوا معاها شي مثلا انا نقترح دانون مثلا ديال دانيت الكراميل، ولا ديروا مثلا كريم باتيسيير مع الكريم شونتيي تخلطوه، عندكم كامل الاختيار. صافي كنضيف داك الكريمه ديالي، وفي اخر طبقه كنعاود ندير هذاك لي فخويسك كنعاود نديرهم. كيكون هذا هو الشكل ديالنا. درت انايا داك مشماش يابس والكركاع وداك شويه واحد الحبه ديال العنب. وكنتمنى يا ربي انه ينال الاعجاب ديالكم، ونلقاكم هذا الفيديو نتوما في افضل الاحوال، ونتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو قادم. وداك اقترحوا عليا، انايا غير كنقول لكم الا كان عندكم شي اقتراح، كان عندكم شي فكره، فمرحبا بها نطبقها معكم على راسي وعينيا. ما تنسوش تخليو معاياكم لايك، كومونتير، والاشتراك الا كيعجبكم محتوى القناه. بسلامه.